السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. الوصفه ديال هذا النهار عباره على لاجينواز اللي كتجي صراحه اكثر من رائعه، خفه وهشاشه ورطوبه وما كتجيش فيها نهائيا زفاره ديال البيض، كتجي صراحه اكثر من رائعه. مع ان على ابواب راس السنه ان شاء الله الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه الاخوات اللي كيحتفلوا براس السنه او اللي كيبغيو يفرحوا هكا وليداتهم. بصراحه انا شخصيا ما كنحتفلش به، ما كنديرش فيه الطورطه، ما كندير فيه حتى شي حاجه. الاخوات اللي كيهمهم الامر ما عليكم الا تطبقوا هذه المقادير وطريقه التحضير، وان شاء الله بحول الله غادي تنجح معكم من اول تجربه. ما عليكم كما كنقول لكم تحترموا غير هاد النصائح اللي غادي نعطيكم باش تنجح معكم هاد لاجينواز. يمكن لكم ديروها مربعه او مستطيله او دائريه كما شفتوا معايا، او ديروها على شكل رولو، كتجي صراحه اكثر من رائعه. نمشيو نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. في نفس الوقت عندي 5 ديال البيضات، ضروري يكونوا بدرجه حراره المطبخ، بخرجوهم من الثلاجه على الاقل 1 2 سوايع، اولا بالليل الا كنتو عتوجدوها في الصباح. كندير قبصه ديال الملح، وعندي 6 المعالق ديال السكر سنيده او سكر حبيبات كيف ما كتشوفوا. المعلقه راني كنعمرها يعني مزيان، كنعمرها كما كتشوفوا صافي. وغادي نضيف واحد ساشي ديال الفانيل للتنسيم، لانني غادي نديرها بنكهه الفانيل لهاد هاد الطورطه هذه او هاد الحلوه صافي. وغادي نطرب على سرعه عاليه بالطراب الكهربائي حتى كيبان ليا بان اللون ديال البيض تبدل، كيكون غادي يميل البياض، والكميه كتضاعف تقريبا على 3 ديال المرات. هنا عندي الاناء كبير، ما غاديش يبان لكم يعني تضاعف بزاف، ولكن راه كيبان لي انا حتى كنكون واحد الكميه كثيره من الهواء في البيض هنا باش كتكون ناجحه معنا لا جينواز ديالنا. غادي ناخذ واحد السليفه او واحد الاناء، وغادي نضيف ليه 4 المعالق ديال زيت نباتيه عامرين كما كتشوفوا، و4 المعالق ديال الماء عادي من الصنبور او من الروبيني، وغادي نضيف ليهم واحد 4 المعالق ولا 5 هكا من الخليط ديال البيض اللي طربت مع السكر. هنا هاد يعني هاد الطريقه باش ما يتهرش لكم البيض الاخوات المبتدئات، هذاك الهواء اللي كونا في البيض ما يعاودش يتهرس لكم صافي. وغادي نرجع الخليط الاناء، وغادي نطرب بسرعه اللي هي نازله، يعني ما نطربوش بسرعه عاليه، غير نشوفوا بان المكونات اللي ضفنا ديال الزيت والماء انسجمت مع الخليط صافي. وكنتوقفوا على التطراب وكنستغناو على الطراب الكهربائي، وغادي ناخذ واحد الفوي او طراب كهرباء عفوا كهرباء خلاط يدوي اللي غادي نكملوا به. هنا غادي نضيف 6 المعالق ديال الدقيق من نوعيه جيده الخاص بالحلويات، ضروري ما تنخلوه واحد المره ولا 2 المرات هكا باش يساعدكم بالزربه يدخل في الخليط، ما يتكونوش لكم هكا كويرات وتبقاو نتوما تحاولوا معاهم تذوبوهم او تحلوهم ويتكسر لكم داك الهواء اللي كونا في البيض. غادي نضيف معلقه عامره ديال خميره الحلويات او بيكين باودر ما يعادل 7 غرام. وهنا هذه الطريقه او يعني الطريقه الثانيه باش ننجح معكم لا جينواز. كنطربوا غير بشويه الدقيق، كنحركوا غير كما كتشوفوا من الاسفل الاعلى او من التحت للفوق، غير بشويه وحنا عينا ميزاننا كنشوفوا بان راه الحبيبات او الدقيق بدا كيختفي، ما بقاش كيبان هكا في الخليط. هنا راني غير زربت هكا لا فيديو باش ما يجيش طويل. كما قلت لكم غير من الاسفل الاعلى، ما تحركوش عادي جدا باش ما يتهرش لكم البيض. هذه المرحله هذه يعني واحد القضيه الثانيه ابار البيض يكون درجه حراره المطبخ. هنا نحركو غير بشويه باش ما يتكسرش لينا داك الهواء اللي كنا في الخليط. الفران مشعول على 180 درجه من الفوق ومن التحت. كما شفتوا درت الورق الخاص بالطهي، دهنته بشويه ديال الزبده. المده ديال الطهي ما كتراوحش 10 ديال الدقائق، ما بين 7 حتى 8 الدقائق صافي. كيكون لا جينواز ديالنا طايب، كياخذ واحد اللون اللي هو ذهبي كما غادي تشوفوا معايا صافي. وكنخرجوه من الفرن، ما تغفلوش عليها راه بالزربه كطيب لانها عامره غير بالهواء صافي. كنوزع الخليط كما كتشوفوا بالشكل اللي هو يكون متساوي صافي. وهنا راه من بعد ما طابت كما كتشوفوا كتجي صراحه اكثر من رائعه. كنصحكم تجربوا بهذه الطريقه. الاخوات اللي كيتخوفوا من لاجينواز او ما كيصدقش ليهم، ديروا هذه الطريقه راه غادي تنجح معكم ان شاء الله مليون في المية. كما كتشوفوا راه كتجي غزاله، وكما قلت لكم ما كتجيش فيها نهائيا الزفاره ديال البيض، وما كتجيش معجنه او الفازقه ولا يابسه، كتجي هكا بومبيه مهويه بزاف كما غادي تشوفوا صافي. هنا من هي مازال سخونه كما كتشوفوا راه البخار طالع، كنحيد ليه هذاك الورق من الاسفل. هنا قبل ما نقلبها للجهه الاخرى انا ما تصورتش لي ديك اللقطه، درت واحد شويه سكر كلاصي هكا على الوجه
باش ما يلصقش بزاف في الجهه السفلى. درتو هكا على الوجه ديال لاجينواز، عاد اللي قلبتها في الورق الجهه الاخرى. كما كتشوفوا لاجينواز ديالنا ديروا ليها كما عجبكم هنا، قطعوها دوائر، ديروها مستطيلات، ديروها لي تخت فرديين هكايا صغيورين، ديروها على شكل رولو. راني سبق لي وحضرت معكم الوصفه على شكل رولو يعني لاجينواز ب5 ملاعق اللي كتجي هي صراحه زوينه بزاف. ضروري هنا ما نغطيوها ولا هكا باش ما تيبش ليكم حتى الحين اللي تبغيو هكا تصايبوا بها الحلوه ديالكم. هنايا راني مشيت للجهه الاخرى اللي فيها الاضاءه هكايا مقابله ليا مع السرجم باش تبان لكم لاجينواز كيفاش كتجي. صراحه كتجي اكثر من رائعه، كنصحكم صراحه تجربوا هاد الوصفه لانها ناجحه 100%. كما قلت لكم ما عليكم الا تطبقوا غير الطريقه والمقادير. البيض اللي يكون بدرجه حراره المطبخ، واثناء باش ندخلوا الدقيق ندخلوا غير بشويه باش ما يتكسرش لينا داك الهواء اللي كوناه. صافي هادو هو يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف، وغادي تنجح معكم ان شاء الله من اول تجربه. وهنايا غادي نوريكم هنا كيفاش غادي نقطعها انا. الا بغيتو مثلا تخرجوا ليا او نخرجوا منها بهذا الحجم 3 ديال الدوائر هكا باش نديروا بهم واحد الطورطه. كناخذ هاد القلب او هاد الاطار اللي غادي نقطع به. كما كتشوفوا راه بالزربه كتقطع، ما تحتاجوا ديروا لا سكينه لا حتى شي حاجه لانها هشيشه بزاف ورطبه وراه يعني وما كتكسرش بالزربه كما غادي تشوفوا. وغادي نخرج عاوتاني طبقه ثالثه. كما الاخوات المبتدئات كنظن بزاف الاخوات يعني كيعرفوا هاد الطريقه، ولكن كاينين شي اخوات ما كيعرفوش، ما فيها باس. غادي نشارك معكم هاد الطريقه هكا ديال كيفاش غادي نخرج انا 3 ديال الدوائر، ومنها تشوفوا الشكل هكا من الداخل كيفاش كتكون من بعد ما كنقطعوها. هنا كنقرب لكم باش تشوفوا كيفاش كتكون من الداخل، يعني ما كتكونش نهائيا يابسه او ناشفه، وما كتكونش كتفتت بزاف وكتبان الطراوه ديالها غير من الشوفه. هنا غادي نشارك معكم الطريقه باش غادي نخرجوا طبقه ثالثه. غادي نقطع هاد الجوانب كما كتشوفوا على شكل دائري، ولا بقات شي حاجه راه كنديروا العيب الوسط. المهم هاد الطبقه كتجي الوسط، ما كتجيش في الاسفل وما كتجيش في الاعلى. وهنا اخواتي كنكون وصلنا لنهايه لا فيديو ديالنا. كنقول لكم شكرا على حسن التتبع ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.